السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو. نتمنى ان شاء الله يعجبكم ويلقاكم بخير وعلى خير نتوما وليداتكم معز عليكم. كما كتشوفوا البنات هذا طويجين ساهل بسيطه البنات. كما عودتكم ديما تندير معكم مريقات هكا اللي ساهلين، طويجنات اللي ساهلين دغيا كيوجدوا. هذا البنات كما كتشوفوا هذا طويجين ديال السردين تيجي هكا غزال البنات. الحوت تيجي هكا فتي وزوين، ما تيجيش ناشف نهائيا. غنديروا ليه واحد الخلطه اللي كتخلي هكا الكفته كتبقى فتيه وكتبقى رطبه. وهادشي كتشوفوا يعني واقف في الزويته ديالو، زوقته غير هكايا، يعني درتو بسيط غير بشويه ديال الفلافل الملونه والزيتون صافي. وهذا مكان ان شاء الله نتمنى ان شاء الله يعجبكم. راه ساهل البنات، نبداو على بركه الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنا البنات عندي الحوت، عندي كيلو ديال السردين. وهنا عندي فليفله حمراء وفليفله خضراء باش غنزين. وباش غادي ندير الحشوه اللي غادا تكون في الكفته النيت. هنا عندي واحد البصيله نتوما كتشوفوا صغيره يعني ما كبيراش. فصوص تاع الثومه، فليفله حاره، قزبر ومعدنوس. هذا مكان البنات. الحوت انا عندي هنايا غسلته، يعني كلشي كيعرف كيفاش يغسل الحوت، غسلته. الحوت عندي هنا شويه غليظ فغسلته البنات وحيدت لي ديك القشره ديالو. يعني اللي بغى يحيدها ماشي بالضروره، بغيت تحيدوها حيدوا، ما بغاش تحيدوها يعني كيبقى لكم الاختيار. انا حيدتها وحيت نقيته من داك الشوك لانه فيه الشوك هكا غليظ، لانني غادي ندوزو غير في هذه الماكينه اليدويه اللي كتشوفوا قدامي. الا كنتو غدوزوها البنات في الماكينه العاديه اللي كتكون ما كتخطى حتى دار مغربيه، الماكينه اليدويه ديك ديال المطيشه المعروفه القديمه ديال زمان، هذيك ما كاينلاش. فهذيك كتخلي الشوك، كتجمع لك الشوك، كتجمع لك كل شيء اللي كتبغى كيكون هكا زايد كتجمعه. فإلا كنتو غادي ديروا في هذه الماكينه بحال اللي غندير انا دي يعني نقيوه من الشوك وكل شيء. هنا البنات انايا من بعد الربيع والقزبر، يعني هو اللي قزبر والمعدنوس دايره معاهم واحد شويه ديال الكرافس البنات كي ينسم الحوت وكيجي زوين. هنا من بعد ما كملت الخضيره هنا ديالي انايا غسلتها صافي البنات. جمع البوطاجي فين غادي نكمل الخدمه وصافي. انا هنا غنقطع في هذه اللي كتجيني ساهله دغيا كتقطع ليا. عندي الهاشوار ديال الضو ولكن بالحق هذه كتجيني عمليه ما كاينلاش نجبدها. فالمهم اللي عندكم نتوما قضيو بها البنات. هنايا كما كتشوفوا درت حبات ديال هكا نص حبه ديال البصله اللي قطعت راكم شوها غير صغيره قشرتها. ودرت نص فلفله حمراء نص فلفله خضراء. هاد والثومه وهاد الربيع. هاد الحشوه البنات كتخلي رانا فايته مشاركه معكم يعني في الكفته ديال السرديل عده مرات. في الصراحه كنديرها دائما كتعجبني، كتخلي ليا هكايا الحوت، الكفته ديال الحوت كتجي لذيذه وكتجي فتيه، كتبقى فتيه. ديك البصله كتطلق الماء ديالها، ديك الفلفله كتطلق حتى هي الحلاوه ديالها وداكشي، كتجي ديك الكفته بنينه وفتيه ما كتجيش ناشفه. وكتعرفوا ان الحوت الا نشف راه ما تيجيش زوين نهائيا. صافي البنات انا غادي نطحن هنايا بوحديتهم، نطحنهم مزيان باش طحنهم ليا ومن بعد عاد غادي نزيد عليهم السردين. كما كتشوفوا راه الطريقه ساهله، الطويجين تيجي زوين ولذيذ البنات، بسيط ولكن راه لذيذ. ولو انه بسيط شي حاجه لذيذه وزوينه كتجي يعني معتبره. نتمنى انكم تجربوه واكيد غيعجبكم. راه مكاينش اللي ما كيعجبوش السردين، وهاد الطريقه راه دغيا يعني بالزربه دغيا مشات عين كما كنقولوا حنا. هنا البنات خديت واحد ديال التشرميله درتها باش درتها هكا واحد المعلقه درتها في الطاجين. وهنا هانتوما كتشوفوا انايا الكفته راه كنوريكم الحوت، يعني حيت ليه داك الشوك اللي كيكون في الجناب كله. صافي غادي نديرو هنا غنديرو على ديك التشرميله الاخرى اللي بقات ونطحنهم كلشي مجموعين. بالنسبه لهذيك خديت منها معلقه باش هكا اللي غنديرها مع لاصوص مطيشه. صافي البنات هنا من بعد ما كملت كلشي غادا نطحن هادو. وكما شفتوا ما غاديش نطحنهم مزيان، يعني غندير لهم طحنه خفيفه. انا بصراحه ما تعجبنيش داك الحوت اللي كيجي مطحون هكا بزاف معجن. كنبغي هكا يبقاو كيبقى الحوت هكا طريفات، يعني حتى فلا بغيتو تشويوه ديروه بهذه الطريقه راه تيجي زوين. تيجي داك الكفته ديال الحوت كتجي زوينه، ما كتجيش ديك هكا اللي مطحونه بزاف. كتجي ما عرفتش كيفاش غنقول لكم، ولكن هكا راه تجي زوينه، تتبقى هكا طريفات غلاض. هانتوما كتشوفوا ما عرفتش واش بان لكم مزيان لان التصوير شويه ضعيف. المهم الكفته راه كتبقى حتى الا درتوها في الماكينه النيس هذيك اليدويه العاديه
ديروا في الاخرانيه، ديك الغليظه الاخرانيه. صافي هنا البنات غنديروا التوابل، داكشي اللي كنديروا في الطاجين كنديروه في مع الكفته. شويه الملحه، شويه السكينجبير، شويه الابزار البنات، شويه الخرقوم البلدي. الفلفله حمراء كتكون بالزايد كتر منهم كاملين، هي والكمون. صافي هذا البنات مكان. وغندير واحد شويه يعني قزبر مطحون الا بغيتو. غنزيد واحد شويه ديال السودانيه حتى هيايا اللي كيبغي الحروره. صافي والعطريه ديال الحوت غير اختياريه، يعني الا كانت عندكم ما كانتش عندكم ما كاينلاش، راه غير التوابل ديالنا العاديين اللي كنا كنديرو قبل راهم كافيين. يعني هاد العطريه الحوت راه ما كانتش ماشي بالضروره. صافي البنات هنايا انايا من بعد ما درت العطريه غادي نديرو هنا في شي حاجه اللي هي شويه واسعه، جاتني هذه ضيقه، وغادي نخلطهم مزيان. وغادا ندوز نكمل الطويجين معكم. راه ساهل البنات كما كتشوفوا على الفيديو، راه ساهل بسيط، شي حاجه اللي بسيطه. كما قلت لكم هاد الكفته راه يمكن لكم تكتفيو بها غير هكاك بوحديتها، ما كاينلاش ديروها مع الصوص مطيشه. يمكن لكم ديروها بحال هكايا وديروها هكا خبيزات وديروهم في الفران. تقليوهم على شكل كروكي كما درت معاكم ديال ديروهم ديال السردين. ولا ما بغيتوش القليان راه قلت لكم ديروهم في الفران اولا ديروهم في الشوايه، راهم تيجيو غزالين. ولا واحد الطريقه اللي هي بسيطه كيجيو على شكل مشويين. المهم راه حاطه معكم الفيديو، ما كاينش نطول عليكم في الهضره، حتى هو كيجي هكا زوين الكفته بطريقه زوينه. هنا البنات مطيشه راه كتبقى على حسب الرغبه، واش كتبغيو لاصوص كثيره كتبغيو قليله دايرين الكثره ولا دايرين غير شويه. المهم انا درت هادو الحبات 3 الحبات. انا في الصراحه غادي ندير غير مطيشه البنات العاديه. الا عندكم مطيشه مركزه ديروا منها معلقه، غير معلقه صغيره ماشي كبيره. وإلا ما كانش فما كاينلاش من دابا مطيشه تبارك الله راه موجوده، راه رخيصه دايره غير 2 دراهم ونص، يعني موجوده في السوق. فما كاينلاش نزيدو عندنا بديك مطيشه مركزه حتى هي. يعني تنتحبسوا عليها يكون واحد تكون مطيشه هكا عاليه في الثمن عاد كنشريوها. اما بالنسبه ملي كتكون مطيشه موجوده ورخيصه ما كاينلاش، هذه راها كافيه كتعطي داكشي النتيجه اللي بغينا حنا. صافي البنات غادي انا كنحيد لهم الزريعه، نتوما ما عندكمش مشكل مع الزريعه حكوها بالزريعه ديالها. غير انا ما عرفتش علاش البنات عندي مشكل مع الزريعه ما كنبغيهاش. وما كنضيعهاش في نفس الوقت، راه ما كنضيعهاش. انتما كتشوفوا البواطه راه قدامكم، يعني راه كنجبد هاد البواطه كل مره فين ما كنستعمل شي مطيشه شلاضه اولا هكايا. المهم في شليضات اولا في مرق ولا في شي حاجه كنجمع ليها القشره ديالها، وكنجمع ليها ديك الماء ديالها اللي كنحيدوا ليها حيت مثلا مبغيش الزريعه اللي فيها. صافي ومن بعد ما كتولي عندي واحد الكميه راه كنطحنها، كنقدر نزيد عليها مطيشه حبات. ولا نخليها غير هكا بوحديتها. كنطيبها ما كندير عليها لا ما لا والو، كنطيبها وكنطحنها وكتولي عندي لاصوص واعره البنات، لاصوص غزاله رانا مشاركه معكم. كيمكن لكم ديروا بها الكيتشوب، ديروا بها خليوها، ديروا بها الحريره، ديروا بها ليبات، ديروا بها اللي عجبكم. مهم كتبقى لاصوص عندكم موجوده. وهذيك كتجي اللون ديالها غامق لانها فيها القشره. ديك القشره تتعطي اللون غامق ديال المطيشه، تتجي اللون مركز ديال يعني جاي في اللون ديالو جاي المطيشه المركزه ديال الحك اللي كناخذو. صافي البنات انا درتها في الكونجيلاتور. المهم بغيت نشرح معكم علاش انا تنجمع هاد القشره. هنايا انايا قليت هاد، انا كنقلي في هاد المطيشه اللي حكيت مع هذيك شويه مع ديك الشرميله اللي كنت طحنت معاكم فيها الفلفله البصله الثومه الربيع. المهم راكم شفتوا كلشي تبارك الله على عينيكم، راه كلشي بان لكم. هي هذيك دابا من بعد ما درتها درت واحد شويه الماء، واحد جغيمه الماء رديتها حدايا كتسخن، لان كتعرفوا الطاجين ما خصنا نديروا عليه الماء بارد. هنا غندير واحد شويه ديال طريف ديال حامض نصير الزيتون. وهاد الفليفلات اللي كتشوفونا قدامي غادا نزين بهم، ما كاينلاش يضيعوا. فغنزين بهم غادي نعطيو هكا يعني واحد زين بسيط للطاجين. هاد نصيص تاع البصله ما كاينلاش يبقى يضيع، غادي نديرو هكا من الفوق لانني كنحتاج فيه البصله بزاف. كما شفتوا راه غير النص ديالها صغيور اللي احتاجيته. صافي البنات انا كما قلت لكم من بعد ما درت الماء سخن ليا الماء، ما بغيتش نديرو بارد لان باش ما يطرطقش ليا الطاجين. صافي راه غير شويه، انا في الصراحه رانا كثرت الماء هنايا. نتوما راه ما تكثروش الماء فحالي، يعني ديروا غير شويه باش ما تبقاوش. انا كثرت الماء واضطريت انني ندير واحد المعلقه ونخلي الطاجين هكايا مبسم محلول باش ما يفيضش ليا، لاني كثرت شويه الماء. نتوما ما تكثروا لا ما لا والو، لان الحوت راه ما تيبغيش الطياب وحنا ما دايرين لا خضره لا حتى شي حاجه، غير الصوص مطيشه راه طابت. فما كاينلاش نكثروا هذا الماء. غير واحد 4 كاس كافي. انا تقريبا درت هنا واحد نص كاس، يعني جا كثير شويه. وكتعرفوا ان الطاجين ما تيبغيش الماء.
المهم ما علينا، ما ديروش نفس الخطأ اللي درت انا كلشي اللي وقع راه غنقوله لكم، لان انا من درت هاد القياس تاع الماء فاضطريت انني نحل مع العرق ديال الطاجين ومع هذاك الماء فولا كتير، اضطريت انني نحل الطاجين ديال ليه معلقه باش ما يفيضش ليا، وجهدت في البوطه هكا باش دغيا ينشف وما يطيبش ليا الحوت يفوت في الطياب، لان الحوت راه ما تيبغيش يطيب كنبغيه هكا يبقى شويه يعني ما المهم ما يطيبش بزاف. وبالخصوص الخلطه اللي دايره معاه راه حتى هي كتخليه فتي، يعني ولو تفلطي وتخليه هكايا تغفيه عليه وتخليه يطيب راه تيبقى فتي، لان هاد البصله ولا سميتو كتعطي الفتاوى الحوت. المهم انا درت الكويرات كاملين هنايا صافي البنات، انا كملت كورت الحوت كما كتشوفوا عادي، راه كلشي كيعرف كيفاش يصاوبوا. وهنا غادا نزين بداك شويه ديال الزيتون والحامض، المهم داكشي اللي باقي ليا كلشي غنديرو ان شاء الله. طويجين ساهله البنات بسيط، شي حاجه اللي هي ساهله ماهله ودغيا كتوجد. راكم عارفين الحوت ما تيديش واحد الوقت طويل. هانتوما كتشوفوا الطاجين هكا راه تيشهي تبارك الله غزال. الزيتون انا راه درت الزيتون اللي عندي هكا بلدي مشقق، ما كاين ما احسن من الزيتون بلدي. دابا الزيتون تبارك الله راه موجود البنات، يعني وجدوا الزيتون ديروه في داركم راه تيطلع غزال وزوين. هذا راه من السنه اللي فاتت وراه تبارك الله مازال باقي عندي. ورانا حطيت معكم الفيديو كيفاش تصاوبوا الزيتون كحل، كيفاش تصاوبوا هاد الزيتون الخضر، كيفاش تشرملوه من يوجد عندكم، وكيفاش يبقى عندكم حتى اكثر من عام، يعني عامين 3 سنين الوقت اللي بغيتي كيبقى عندك هاد الزيتون. هذا دابا راه كما كتشوفوا هاد الزيتون راه العام دابا هو دخل الزيتون وها هو كما كتشوفوا باقي غزال، يعني كيبقى عندك عام عامين 3 سنين ما كاين حتى شي مشكل. وراني الفيديو يلاه حطيته معكم في هكا في القناه، فيه الطريقه ديال تحضير الزيتون الكحل، كيجي غزال الزيتون الكحل البنات، ما فيه لا مواد حافظه لا ديك الصباغه اللي كيديروا لي، يعني شي حاجه بلديه هكا على يديك. والزيتون حتى هو هكايا المرقد راه كيبقى حتى هو هكا على يديك، بغيتي ديريه هكا مفرشخ بغيتي ديري، المهم انت والذوق ديالك وكيفاش تحتفظي به كما قلت لك لمده طويله كيبقى عندك. ما كاين باس الواحد الزيتون يشريه موجود يشريه ويديرو بحال هكا في الدار عنده، راه يبقى عندك ما غيفسد لك ما حتى شي حاجه. احسن ما تاخدي زيتون من الزرقاء، هذا بالنسبه لي انايا وانتم لكم الاختيار. هانتوما كتشوفوا الطاجين من بعد ما وقف كما قلت لكم انا راه نشفتو شويه لانه كان داك الماء شويه بالزايد، ودابا طاب ها هو غزال. هانتوما كتشوفوا الكفته ديال الحوت انا غنوريكم. هانتوما تتشوفوا البنات راه الكفته رطبه وزوينه هكايا، كتبقى رطبه زوينه يعني ماشي ناشف ولا شي حاجه، وتيجي هكا واقف في ديك الزويته ديالو في ديك الصوص تيجي شهوه منه. صراحه هاد الطريقه كتجي زوينه ديال السردين تيبغي. المهم بهاد الطريقه يعني كياكلوه الكبار والصغار وكلشي تبارك الله كياكلو. ها نتوما كتشوفوا يعني راه الكفتة فتية بديك السر هو ديك البصلة اللي درت معاه والفلفلة هو اللي كيخليو هكا الكفتة فتية. ونتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو، ولا عجبكم ما تنساونيش من لايك.